أول حرف من اسم ضيفنا. ر. أول عمل تفضل أن يقترن اسمك بيه. طريق الأمل. أول ما يعرف به ره عند جمهوره. الجدعنة. أول قيمة أساسية تحبها في المرأة. الوفاء. أول صفة تلفت نظرك في الرجل. برضو الجدعنة. أول طبق على مائدتك. كوباية مية. أول رحلة في حياتك كانت فين وليه؟ رحلة صيد، واللي أنا بحبه. اصطدت فين؟ في الفيوم. أول مرة شعرت بالخوف. مرة وأنا في القرافة وقاعد لوحدي بالليل الساعة 2 خفت. كان في عزا يعني ولا فيلم بيتصور ولا؟ لا أبدا، كنت رحت أزور ناس أصحابي وما لقيتهمش، فكنت ماشي لوحدي فخفت. أول شيء ممكن تستغنى عنه. قميصي. أول حب. حب الله. أول مرة حضرتك قمت بتمثيل فيلم وتعرض أمام الجمهور، كان إيه إحساسك وكان إيه الإحساس المنعكس عند الناس؟ أول فيلم كان المليونيرة الصغيرة، وحتى يوميها كنت رياضي كبير، إنما مع هذا كنت بترعش من دماغي لغاية رجلي. أول نقد لاذع وجه إليك. ده كان زمان قوي، كان واحد اسمه سامي مش فاكر ايه، كان في روزا اليوسف، شتمني وزعلت قوي. قال ايه ما تفتكرش؟ هو اللي كان طلع عليا مفتول العضلات، فحسيت كأنه بيتريق عليا. أول عمل تقوم به في الصباح. أتمرن. أول بلد تتجه إليه عشان تقضي أجازتك. باريس. أول مكالمة تليفونية يومية لمين؟ للست والدتي. أول غلطة في حياتك. إني اتولدت. أول صوت غنائي يدخل قلبك. عبد الحليم حافظ. أول جواب أسعدك. أول جواب معجب. أول نجم ونجمة تحرص على دخول أفلامهم. أجانب بكل أسف. أول كلمة غزل تجاوبت معاها. بحبك. من مين؟ من حبيبتي. أول إنتاجك. عاشور قلب الأسد. أول بطلاتك. تحية كاريوكا. أول إحساس يعتريك وأنت تشاهد شحات في الشارع. أوقف العربية وأنزل أديله اللي فيه الاسم. أول ما يشغل فكرك الآن. إني أخلص وأروح البيت أنام. أول مفهوم للصداقة. برضو الوفاء.